يشير المصطلحان الحبة الحمراء والحبة الزرقاء إلى الاختيار بين الرغبة في معرفة حقيقة مقلقة أو مغايرة للحياة من خلال تناول الحبة الحمراء، أو البقاء في جهل مقنع بالحبة الزرقاء. تشير المصطلحات إلى ذا ماتريكس. الحبة الحمراء مصطلح فلسفي يشير على أن الحبة الحمراء هي معرفة الحقيقة اللي يجهلها معظم الناس، واللي هي في ناس يحاولون غسل أدمغة البشر ويسمونها الماتريكس. والحبة الزرقاء معناها تبقى على الجهل اللي منتشر بين الناس، هذا على قولة الريد بيلز. وطبعا يا جماعة هذا تعريف يعني مختصر من الآخر. يعني شوف تفضل، يعني هذا واحد منهم كاتب التسويق للمستخدمات لا يتوقف، خذت مهر وفتح لها بيت ومصروف نفقة وفشلت وحاط صورة بنت. والمقصود يعني من هذا الشاب اللطيف على انها مطلقة، ويقول ان المطلقة هي مستخدمة، يعني يشير على ان المطلقة مستخدمة يعني. اوكي راح ارد عليه. شوف، المطلقة يعني او المطلقة مو شرط انها تكون ثيب نفس ما انت قلت او نفس ما انت وصفت، لانها ممكن تطلقت قبل العرس، هذا اولا. ثانيا يا حبيبي، كون المرأة مطلقة ما يعني بالذات ان المشكلة منها، لأكثر من سبب، منها عدم التوافق بين الزوجين، او ان الزوج عادي يكون فاسد وسكير وراعي خرابيط. ومثلا يعني على ان الزوجة المطلقة سابقا ممكن تكون صالحة، اقرب مثال سيدتنا خديجة رضي الله عنها، تطلقت مرتين قبل الزواج للعلم ها. فما يصير انت يا حبيبي توصف المطلقة على انها مستخدمة، لان مو كلهم نفس ما انت وصفها. يلا بشوفوا معاي صورة ثانية. استغفر. هذه طبعا واحدة كاتبت لي بنات منو عندها صورة وجه هذا، وطبعا لهبل كاتب لها موجودة عند امك. والله عند امك. يعني شوف عزيزي، انت تدعي انك شريف وانت الان تسب ام واحدة بدون مبرر منطقي، يعني على طول يلا عند امك. وطبعا يا جماعة هذه من ابسط الصور، زين، والسب اللي يطلع من هالاشكال، يعني هذه نقطة من بحر. طبعا هني الحجية هذه كاتبة مسلم في زواج 4 نساء، مسيحي في الزنا، ملحد في اوكي، وتكمل العبارات. والحج الثاني كاتب نفس الكلام بس على النساء، يعني هذه كاتبة عن الذكور وهذه كاتبة عن النساء. والواضح انه في تكفير. يعني شوف، كل واحد من الطرفين قاعد يكفر الثاني لانهم يختلفون مع بعض، بس يلا احنا مختلفين يا كافر، مسلم في هذا وانت. وطبعا تكفير يعني من الذنوب العظيمة، يعني انت تكفر مسلم بدون اي سبب منطقي وبدون دليل، هذا من اعظم الذنوب. يعني والله تخلف. زين انت تنكر الواقع، انت شكلك من جماعة البلوبيل. استغفر يا الله يا اخي طبعا هذه واحدة اسمها نادية، كهي هذه الصورة قدامكم. تقول على طاري الاختلاط، كانوا اجدادنا الاولين يجتمعون يمزحون مع بعض. المهم وما راح نخلص، كاتبه كلام طويل وقاري انا، قروا انتو. شوفي حجيه، الاولين مو معيار للدين. ففي جزيرتنا الحبيبة الجزيرة العربية، قبل الامام محمد بن عبد الوهاب، يعني قبل لا يطلع، كانوا يشركون ويجهلون كثير في الدين. طبعا الاغلب، مو الكل، كان في ناس فيهم دين، ولكن الاغلب كان عندهم جهل عظيم في الدين. ومسألة الاختلاط اللي انت ذكرتيها تجوز فقط وقت الضرورات او الاحتياجات، يعني روحة السوق او الشراء والبيع بدون لا الاثنين يطقون ميانة ويا بعض، يعني اوكي يصير لكن بالضرورات، لكن ضحك ومسخرة ما ينفع. زين، وبعطيكم يعني نفس ما تقولون شيء يثبت ان هذول الخبول، يعني ما ادري ايش اقول، يعني عقليتهم فعليا غريبة. يعني حتى المؤامرات اللي مأخوذة من الماسون. هني الحجي
كاتب الماتريكس في قمة سيطرتها اليوم، آخرها ما حصل في الأولمبيات أو الأولمبياد الشيطاني. يا ترى متى تسقط هذه المصفوفة؟ يقول لك يعني ان الماتريكس احنا عايشين في عالم افتراضي، وفي ناس يعني من الطبقة العليا يتحكمون فينا ويتحكمون بحياتنا وما ادري، يعني قاعد تشوفون العقلية ومؤمن بنظرية الماتريكس. المشكلة ان الماتريكس فيلم ذا ماتريكس. يا في نهاية المطاف يا اخواني كلهم اخيس من بعض، وهذا طبعا ولا شيء من خرابيطهم. طبعا لو اقول لكم ما راح نخلص. وتويتر بشكل عام فل ناس نفس كذي واكثر. وبس يا جماعة الخير، كان معاكم مهلوس من قناة مهلوس. نتمنى انكم رأيتم الهلوسة بسلام مع عالم تويتر الغريب والجماعتين هذول. يا مهلوس لا تهلوس، انت الافضل انت الاجمل. يا مهلوس لا تهلوس، انت الافضل انت الاجمل.